آخر 200 ألف عانس. هي الإحصائيات التي تسجلها الجزائر سنويا في ظاهرة ارتفاع معدلة العنوسة، أي بمعدل 11 مليون امرأة عانس، رقم يفوق عدد سكان 5 دول خليجية مجتمعة. نسيم الوفي. تحتل الجزائر المرتبة الخامسة من بين أعلى 10 دول عربية من حيث ارتفاع معدل العنوسة بنسبة 51% بعد تونس والعراق، حيث يرتبط لقب العنوسة في البلاد ب11 مليون امرأة عانس فوق سن 25، 5 ملايين منهن فوق سن 35 بمعدل 200 ألف عزباء سنويا. أرقام مخيفة تسببت فيها الأوضاع الاقتصادية الصعبة للشباب وتفضيل غالبيتهم الهجرة إلى أوروبا، ما زاد من ارتفاع شبح العنوسة في الجزائر وتأخر سن الزواج للفتاة، بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية والثقافية للمرأة وتغير اهتماماتها. ارتفاع معدل العنوسة في الجزائر يقابله تسجيل أكثر من 56 ألف حالة طلاق في سنة 2016 فقط، بحدوث حالة طلاق في كل 6 حالات زواج خلال ال5 سنوات الفارطة، في وقت تحصي فيه الجزائر 40,500 امرأة مطلقة عاملة يقابلها 7,300 رجل مطلق. كما تسجل أعلى حالات الطلاق في الجزائر بين الزوجين ما بين سن 20 إلى 30 عاما، 42% منها وقعت في ال6 سنوات الأولى من الزواج.